السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اليوم مش هنشتري كشري من بره ابدا خالص. هنعمله في البيت باسهل طريقة وفي وقت قياسي جدا وحاجة نضيفة جدا. هنعمل البصل المقرمش الجميل بطريقة سهلة جدا. واقول لكم السر ايه؟ بجد اقول لكم سر المحلات وان الكشري يطلع معاكي طعم خرافة احسن من المحلات كمان الف مرة. بجد هتدعوا لي لو عملت الكشري بالطريقة بتاعتي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا شيطان منها نصيب، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك وتعليقك الجميل اللي بيسعدني. يلا بينا عشان نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا، فيديو جامد قوي النهارده. اول حاجه في التجهيزات بتاعتنا انا معايا الحمص. امشي على الطريقه والتكات بتاعتي اللي هقولك عليها، ولا تاخدي وقت في التسويه ويطلع معاكي النتيجه حلوه جدا. اهم حاجه في الحمص قبلها بيوم بالليل لما ابقى عارفه ان انا هعمل الكشري بنقع الحمص من بالليل في قلب الميه. اولا لما بيتنقع في قلب الميه الحمص ما بياخدش وقت في التسويه. ثانيا لما بتيجي تسلقيه ما بيطلعش من القشره بتاعته، بيبقى متماسك كده وطعمه حلو. ثالثا اساسا المفروض البقوليه تتنقع قبل منها عشان الماده السامه اللي فيها تطلع وما تتعبش القولون ولا تتعب الجسم. هسلق بقى الحمص وارجع لكم. تاني حاجه معايا اللي هو العدس بجبه بتاعه، العدس البني ده بكون غسلاه ونقعاه اقل حاجه نص ساعه، من ساعه لنص ساعه، لان زي ما قلنا البقوليات لازم تتنقع في الميه. هسلق برده العدس ونبتدي نعمل الدقه بتاعتنا. دي معايا راس توم انا فرماها معايا، يعني عايزه التوم تكون مفروم ابشريه دقيه زي ما انت عايزه. هنزل التوم كده في قلب الحله بتاعتي. طبعا انا في الوقت ده بسلق العدس وبسلق كمان الحمص بتاعي عشان ما ياخدش وقت في التسويه، مش هياخدوا منك وقت اطلاقا. هبتدي بقى مكان التوم اللي موجود ده هنبتدي نعمل الدقه بتاعتنا الرهيبه بجد اللي هتدمنيها وريحتها وطعمها جميل جدا. وهاخد التوم بتاعي ده اديله هحمره بقى على نار كده هاديه كده لحد ما ياخد لون ذهبي كده جميل معايا. انا مش عايزاه يحمر قوي ويغمق، يا دوبك لون ذهبي كده بسيط. هبتدي احمره بقى ونرجع نعمل الدقه بتاعتنا الرهيبه. طبعا كده معايا بقيه مكان فرم الثوم حوالي ربع معلقه من الثوم. هنزل عليها بربع معلقه صغير من الكمون، وهنزل كمان برشه ملح، ربع معلقه من الملح، مش عايزه ملح كتير فيها، لا عشان الخل برضو الحاجات اللي بنحطها عليها كده فمش عايزه ملح فيها كتير. وهنزل كمان بمعلقه من الشطه، او حسب ما انت ما بتحبي، لو عايزاها مشطشطه عايزه تزودي عايزه تقللي زي ما انت عايزه. انا بحط معلقه من الشطه لان هي بتبقى شطه مشطشطه كده جميله. واحط كمان ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وانزل عليها بقى بنص كوبايه من الخل. حابه تزودي الخل وبتحبي زياده ماشي، عايزه تنقصي زي ما انت عايزه. احنا كده كده هنكملها بقيتها من الميه بميه معانا، نخفف الخل بميه على حسب كميه بقى الكشري اللي انت عاملاه. هقلب بقى المكونات دي كلها. لسه طبعا انا هحط عليها توم تاني، بس بحب احط عليها التوم اللي واخد كده لون اصفر متحمر تحميره بسيطه، عشان مش عايزه فايت تبقى التوم ني فيعمل انتفاخ معانا ويتعبنا. انا عايزه تاكلي الكشري ما يبقاش تقيل على معدتك وما يتعبش معاكي خالص. فمشي على الخطوات اللي هقولك عليها. هسيبها كده على جنب، وبحب احطها بقى في ازازه كاتشب، في ازازه ميه موجوده عندك، اي حاجه كده تبقى زيها زي بتاعه المحلات موجوده بالازازه تنزلي بيها. وعشان تدي بقى طعم حلو وتعتق معاكي كمان هنزل عليها كمان بنص كوبايه من الميه السخنه المغليه قبل ما ابتدي احط التوم بتاعي، وابتدي انزله في قلب الازازه بعد ما يهدى. انا خلاص كده اتحمرت معايا التوم بتاعتي خدت لون ذهبي. هحط معلقه صغيره من التوم كمان اللي متحمر، يعني في معلقه ربع معلقه من الني وعليها معلقه من التوم اللي واخد لون ذهبي متحمر معايا. بقيه التوم ده بقى انا هنزل عليه التسبيكه بتاعتنا، او عصير طماطم حسب الكميه اللي انت بتحبيها. هعمل بقى الصلصه بتاعتي والدقه بتاعتي جاهزه. نبتدي نجهز بقى البصل اللي هيطلع معانا تحفه جدا ومكرمل كده وجميل، يعني مقرمشه كده جميله. قطعت البصل بتاعي وفرطته، بشيل الجزء اللي تحت ده اللي هو بيبقى في البصله من تحت دوت فيها الشنب بتاعها ده، عشان يخلي البصل تقطعها رفيع معاكي ما تبقاش بتبقى مفلفله معانا. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الملح، وابتدي ادعك البصله بتاعتي كده وافركها بقلب الملح لحد ما تتفرفر معايا كده، ما تبقاش ماسكه في بعضها، تبقى كل قطعه كده معايا. واهم حاجه انك انت تحاولي تقطعي البصل شرايح رفيعه عشان يبقى مقرمش معاكي، ما يبقاش تخينه كده ومش متحمره معاكي، تبقى حته متحمره وحته لا. فرفرت بقى التوم بتاعي ودعكته كده بالملح كويس جدا، وانزل عليها بغطيه خالص بقلب الميه.
الطريقة دي مضمونة جدًا للبصل بتاعِك يطلع معاكِ كده مقرمش وحلو، لإن ده رش معلقة الملح والمَيّة دي هتنزّل كل السكريات اللي موجودة في قلب البصل بتاعنا، فما يعملش كرملة كده ولا يبقى لونه غامق، ويبقى البصلة معاكِ متحمرة كده ومقرمشة وجميلة. فرفرت كده ودعكته دعكة حلوة بالمَيّة وبالملح، واسيبه حوالي 10 دقايق منقوع في قلب المَيّة، وبعد كده هاصفيه قبل ما احمّره، صفيه كويس كده بالمصفى بتاعتنا، وكده في قطعة كبيرة هابتدي اقطعها شرايح رفيعة خالص، انا عايزاه شرايح رفيعة عشان يبقى مقرمش معاكِ وطعمه جميل، ولونه كمان يبقى حلو معانا. دعكت بقى البصل كويس جدًا بالمَيّة وبالملح كده، هاسيبه بقى الشوية بتاعته يتنقع كده لحد ما ينزل نسبة السكر اللي موجودة فيه، ونبتدي زي ما أنتم شايفين صفيته كويس جدًا كده ما بقاش فيه مَيّة إطلاقًا. جبت الطاسة بتاعتي أو الوك وفيها شوية زيت، مش هاستخدم زيت كتير عشان ما اهدرش في الزيت. طبعًا الصلصة بتاعتي زي ما أنتم شايفين غليت مع التوم بتاعتي كده وابتدت تتسبك، هانزل عليها بالتوابل بتاعتي، بالملح بتاعي، طبعًا على حسب كمية الصلصة بتاعتك الملح، ورشة من الشطة والفلفل الأسمر، مش هاحط أكتر من كده، سهلة جدًا ومش تقيلة، حاجة خفيفة. يبقى حطينا ملح وفلفل رشة شطة كده بسيطة، هاسيبها بقى تاخد كده تسبيكة كده، السمك اللي أنتِ عايزاه اعمليه، يعني خفيفة تقيلة زي ما أنتِ عايزة. وطبعًا العدس بتاعي اتسلق معايا من غير أي إضافات، هانزل عليه بقى بملح، فلفل أسمر وجنزبيل ورشة قرفة ونص مكعب مرقة دجاج، ده اختياري، والقرفة كمان اختياري، بس عايزة اقول لكم القرفة، رشة القرفة والجنزبيل دي بتدي نكهة جميلة جدا للعدس والرز، بجد اعملي العدس مع الرز كده دي حاجة جميلة جدا. وحطيت المية كمان عشان اسلق المكرونة، الزيت بتاعي ساخن كده، هبتدي انزل بالبصل بتاعي اكنك بتحمري بطاطس بالظبط، هنزل بكمية بصل نص كمية البصل، مش عايزة يعني ما تحطيش البصل يبقى كتير في قلب الزيت، عشان خاطر البصل يبقى مقرمش معاكي كده، ما يبقاش مكتوم معاكي. وابتدي اقلب بقى في البصل كده باستمرار كده جنبي كده، وانا بجهز بقى حاجتي، بسلق المكرونه وبعمل الرز بتاعي والصلصه، ببتدي اقلب تقليب مستمر من وقت للتاني بسرعه كده، عشان خاطر ما تبقاش حبه متحمرين وحبه لا، يبقى كله لون موحد واخد لون واحد معايا. فضلت اقلب في البصل بتاعي كده واحده واحده كده، وانزل وافضل اقلب، شايفين ابتدى ياخد اللون درجه ازاي في اللون، يعني يبقى عينك عليه ما تسيبوهوش، عشان خاطر هو احنا كمان مقطعينه رفيع جدا وصغير، فما خدش وقت. عايزه اقول لكم الطريقه دي ولا بيشرب زيت، بيبقى مقرمش معانا ولونه جميل، وهتشوفوا الزيت بعد ما تحمري البصله طالع صافي كده لونه جميل جدا. الصلصه خلاص اتسبكت معايا وخدت القوام اللي انا عايزاه الحلو دوت، هنزل عليها بعد ما احمر البصل بقى. زيت البصل ده بقى السر يا جماعه اللي بيخلي القشر يطلع معاكي رهيب جدا. هوزع بقى الزيت اللي بينزل ده، احط معلقتين على كل حاجه. البصل ابتدى يتحمر بقى معايا وانا بقلب كده معايا، شايفين لونه ابتدى يبقى لون ذهبي كده وجميل كده. هفضل اقلب بقى بالراحه كده، في اخر فتره كده ارفعيه من على النار في الوقت ده، ارفعيه كده على النار وافضلي قلبي لحد ما يتوحد لونها كده، ما تسيبهاش على النار، لان انت لو في واحده وواحده هتلاقي واحده غامقه وواحده فاتحه. شلته بقى في قلب المصفى بتاعتي، شوفوا لونه جميل ازاي ومقرمش. هبتدي اكمل بقى بقيه كميه البصل بتاعتي احمرها بالطريقه دي، حسب كميه البصل بتاعتك هتحمريها، يعني زي البطاطس بالظبط، حبه بحبه كده. هكمل بقيه كميه البصل بتاعتي احمرها بنفس الطريقه، ونكمل بقيه الكشري. العدس بتاعي بعد ما حطيت عليه هحط عليه التوابل اللي انا حطيتها، نزلت كده بمعلقه من الزبده، وهنزل عليها بقى بثلاث معالق من الزيت البصل، زيت اللي انا بقى خلصت البصل بتاعي، باخد الزيت بقى واوزعه، احط كده 3 معالق على الرز والعدس ده بيدي لون كده لمعه حلوه للرز، ويخلي طعمه جميل جدا مكان البصل كده، ونكهه حلوه قوي. عايزه اقول لكم جربوا العدس مع الرز ده، هتدمنوها بجد. تسويه العدس مع الرز بيدي طعم حلو كده، هتحسي انك انت عايزه تاكليه لوحده من غير كشري ومن غير اي حاجه. هقلب بقى العدس بتاعي مع الرز والتوابل اللي انا حطيتها والزيت ومكعب الزبده اللي انا حطيته، طبعا حسب كميه الاسره انت بتستخدمي. يعني انا استخدمت كوبايه الا ربع من العدس، حطيت عليها كوبايه ونص من الرز، اديت لي الرز التحفه ده. عايزه تحطي بقى كوبايه الا ربع او نص كوبايه عليهم كوبايتين رز، زي ما انت عايزه حسب الكميه بتاعتك. وانت بقى بتنزلي الميه المغليه، ما تحطيش ميه كتير لان العدس بتاعنا مسلوق وشارب ميه، وهتلاقي فيه جزء من الميه، فما تزوديش ميه عشان يبقى مفلفل معاكي. وبحط كمان على الكشري شعريه، حمرت الشعريه بتاعتي ونزلت عليها بالميه المغليه، وبرده الشعريه ما بتاخدش ميه كتير، لان لو انت بتعملي كوبايه شعريه هتاخد معاكي كوبايه الا ربع من الميه. عايزه اقول لكم بقى سر، انا ما بحبش احط حاجه خالص على الشعريه، بسيبها من غير ملح ولا حاجه، عشان لو تفضل شويه شعريه كده من الكشري احط لهم في العشاء كده بحبه سكر ولبن كده، ويتعشوا بيها او في الفطار، اولادي بيحبوها كده.
سلقت المكرونه ونزلت عليها بمكعب من الزبده، وخدت كمان معلقتين من زيت البصل وقلبتهم عليها. وطبعا المكرونه اللي بتتسلق انا كنت حاطه عليها ملح، يا دوبك هحط رشه فلفل اسمر وتبقى المكرونه بتاعتي جاهزه. انا مش بحب استخدم مكرونه سباكيتي في قلب الكشري بصراحه، بحب المكرونه الصغيره عشان تبقى سهله في الكشري، عشان الاطفال كمان يعرفوا ياكلوها بسهوله. فبعمل المكرونه بقى المعوجه الصغيره او المكعبات اللي هي الصغنطوطه الصغيره المرمريه دي، على حسب نوعها اللي انت بتحبيه. رشيت رشه الفلفل الاسمر وقلبت المكرونه بتاعتي، وكده تبقى جاهزه المكرونه. كده كمان الصلصه بتاعتي جاهزه معايا، والشعريه كمان استوت معايا وبقى مفلفله كده وجميله، والرز كمان استوى معايا وبقى جاهز. كده الكشري بتاعي كله جاهز، يا دوبك على الغرف بالظبط. الرز بقى ريحته رهيبه، ريحته وطعمه فظيع ومفلفل كده وجميل جدا. يلا بقى نقدم الكشري بتاعنا. ولو عجبك وصفتي النهارده بقى ما تنسيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقك الجميل اللي بيسعدني. وما تنسيش اللايك الجميل الحلو من ايدك عشان يعلي الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله. زي ما انتم شايفين تجهيزاتنا الحلوه دي، ومستنيه طبعا تطبيقاتكم تقولوا لي رايكم في وصفات النهارده والتكات اللي احنا قلناها واسرار المحلات بتاعتنا. نقدم بقى طبقنا الجميل ده وبالطريقه اللي انت بتحبيها قدميها. عايزه اقول لكم ان البصل ما نزلش ولا نقطه زيت معايا، ما شربش زيت اطلاقا، والزيت طالع لونه فاتح وجميل بسبب التكات اللي احنا والاسرار اللي انا قلت لكم عليها. والدقه بقى بتاعتي جاهزه وجميله كده، أنا حطيتها في قلب ازازه. والحمص بتاعي كان استوى واتسلق معايا، وابتديت قدمت طبقي بقى كده، وقدميه بقى بالطريقه اللي انت عايزاها. واشوفكم في فيديوهات تانية، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته في رعايه الله وحفظه حبايبي. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وما يكونش تقيل عليكم. مع السلامه.